نلتقي معاكم مرة ثانية الحقيقة في العمل الفني اليوم. هو يعتبر العمل الثالث بقالب السمكة، وراح اتحدث فيه في تحويرات جديدة الحقيقة وشكل جديد غير الاشكال اللي طافت، لانه راح يبين كراس السمكة بالطريقة هذه. هذا راس السمكة وراح تكون في قاعدة تحت وراح يركب بالطريقة هذه، وراح تشوفون التحوير. وراح الف انا القالب هذا بعازل الورق بحيث ان انا اقدر الف الطينة واقدر افكها عن الطينة. وراح اسوي طريقة الشريحة وراح تشوفونها معاي خطوة بخطوة. العمل شلون نكمله وشلون نشتغل فيه، خطوات عدة لما يكتمل العمل ويطلع. بالتالي شلون طريقة الحريق راح نصورها ان شاء الله، طريقة التلوين راح نصورها بالاعمال الثلاثة. خلكم معاي خطوة بخطوة. ما زلت احلق في سماء الفن في كتلة الطين، واسميتها معشوقتي الخزفية. خلكم معاي. نلتقي مرة ثانية معاكم بتصوير جديد الحقيقة، والتصوير راح يكون عن العمل الثالث اللي راح اشتغل فيه ان شاء الله. عبارة عن قالب السمكة، هالمرة فيه تحوير مع القطعة ومحاكاة حقيقة مع القطعة. راح تشوفون خطوة بخطوة معاي شلون راح نسوي الشريحة، شلون راح نلف الشريحة على القالب، شلون نحط العازل على القالب ونلف القالب عدل. شلون راح نشتغل في العمل كله مبدئيا. خطوات العمل راح تشوفونها معاي، بس راح تكون ستيب باي ستيب خطوات، وراح تكون على مراحل زين. وراح نسجل كل المراحل لما يبتدي العمل يوقف وتشوفونه وتشوفون خطواته. فخلكم معاي محلقين معاي واستمتعوا معاي في طريقة العمل وطريقة الشرايح. وما زلت أنا أحلق في سماء الفن في كتلة الطين. وكتلة الطين شو نسميها؟ معشوقتي الخزفية. خلكم معي. اليوم راح يكون العمل الثالث بإذن الله، عبارة عن باجي قالب السمكة وراح اشتغل فيه بالخطوات. طبعا راح يكون بالطريقة هذه كذي. القالب كامل يركب على بعض. طبعا راح الف القطعتين هذيلا بعازل اللي هو الورق، والعازل اللي راح يكون ورق او نايلون. وابتدي اسوي الشرايح والف الشرايح على القطع هذه وتكون عازل. بعد ذلك افكها. راح يكون العمل فيه تحوير وفي محاكاة حقيقة ان شاء الله، راح تشوفونها مع بعض. وراح اسوي انا الشرايح مع بعض وياكم ونشتغل فيها. بس راح تشوفون الشرايح، يمكن ما تشوفوني انا، راح تشوفوني شلون قاعد اشتغل وراح اتكلم وانا اشتغل. خلكم معاي خطوة بخطوة. طبعا اليوم في الورشة راح اشتغل العمل الثالث اللي هو مكمل لعمل قالب اللي هو السمكة، ولكن في تحوير مثل ما شفنا بالقطعة الثانية فيها تحوير. هم القطعة هذه فيها تحوير. راح ابتدي اسوي الشرايح وطريقة الشرايح، وراح ابتدي امد الطينة واشتغل فيها. وبعد ذلك عقب ما انا اوقف العمل نرجع ان شاء الله للتصوير وتشوفون شلون خطوات العمل. راح ابتدي خطوات العمل. طبعا القالب راح يكون بالطريقة هذه. الحين اجيبه. راح يكون هذا راس السمكة زين، راح يكون هذا القاعدة، وراح يصير راس السمكة فوق بالطريقة هذه. يعني العمل راح يصير بالطريقة هذه، راح يوقف بالطريقة هذه. بس في شغل يعني محور نوعا ما بالقطعة الثالثة، مثل ما حورت انا بالقطعتين الاولى والثانية. راح يصير في تحوير. راح البس القطعة هذه عازل من الورق
او النايلون، وبعدين اسوي طينه، شرايح الطينه راح تشوفونها معاي. وبعد ذلك راح اغطي الطينه بقطعتين هذيلا وابتدي اشتغل. وبعدين راح افتش القالب هذا عقب ما تتجلد الطينه، راح افتش القالب واطلع القطع واعد اشتغل فيهم واركبهم على بعض. خلونا مع بعض وخلونا نشوف شلون الطريقه وشلون الشغل مع بعض، وراح نكون بالفيديوهات الثانيه شلون راح نشتغل ونسوي الشرايح. خليكم معي. نرجع معاكم الحين نلف النايلون على القالب ونحضر القالب قبل ما نحضر الطينة. خلكم معاي وشوفوا ايش قاعد اسوي انا. راح الف النايلون بالطريقة هذه على القالب نفسه كله كذي. طبعا راح احط اللزاق، هذا اللزاق كاهو. راح احط هني هذا الصورة. راح احط وصلة. راح اسكر هذه بالطريقة هذه كذي. يكون الغالب تسكر بالطريقة هذه بالنايلون كامل. أي بالقطعة الثانية نفس الشيء، أفرش النايلون كذي عشان كبير راح أقص منه بالشكل من هني، راح أقص منه شوية. راح نسكر كذي. راح نجيب القطعة الثانية نلفها كاملة كذي. بالطريقة هذه راح ألف هذه القطعة. راح ألف القطعة الثانية بالطريقة هذه. بالطريقة هذه سكرت انا القطعتين بالنايلون بحيث اني الف عليهم الطينة. فذاهبين الحين عليهم نايلون، ذاهبين عشان نسوي الشريحة. نفس القصة، ذاهبة القطعة عشان نسوي الشريحة. خلكم معاي شوية عشان نجيب الطينة ونشتغل قدامكم الشريحة. دقايق وارجع لكم.
هذا كيس الطينة. طبعا الطينة المستخدمة نستخدم طينة الراكو، طينة رمادية تستحمل درجة حرارة 1250 تقريبا، تصلح حق حريق الراكو، وتصلح حق الألوان الستونوير اللي هي تنصهر عند درجات حرارة عالية. فطينة إنجليزية طبعا جاية من بوتري كرافت، شركة بوتري كرافت. هاي الطينة راح نبلش الحين نسوي الشريحة مع بعض، خلكم معي. نفتح كيس الطين، راح نطلع طينة كاملة بالطريقة هذه. راح نحط الكيس هني، فشايفين الطينة شوية لا يعني متجلدة. طبعا انا ما راح افردها على طاولة فرد الطين، لي طقوس معينة انا بالفرد الطينة، ومن كثر ما انا يعني تمرنت على فرد الطين من فترة، من حوالي اكثر من 30 سنة، فعرفت احس في سمك الطينة، واحس بالسمك اللي انا ابيه حق القطعة من خلال مدي وفردي للطينة اللي انا قاعد اشتغل فيها. فلها يعني صار عندي احساس واحس بالضبط المقاسات اللي ابيها من كثر ممارسة فن الخزف. خلكم معي. راح اطقها بالبداية في الارض، راح امدها في الارض، وبعدين راح احط نايلون وابتدي افرد. طبعا راح انظف المكان قبل ما افرد، النتوءات مالت الطين كلها بالطريقة هذه، واخر ادواتي هناك، وراح افرد طريقة فرد الطين. راح اجيب انا اللي راح تفرد اللي هذه شايفينها، هذه راح افرد في العصات هاي، راح افرد الطينة، ومثل ما قلت انا السمك انا احس فيه، هذه بطريقتي انا، لان اعرف السمك اللي انا ابيه بالضبط. راح اخليها هني يمي بالطريقة هذه، وابتدي اول شيء اطق الطينة، وراح اطقها بالارض، وراح تشوفون بالارض راح اطق الطينة. بالبداية راح امدها بالطريقة هذه، مد على اساس تساعد شكل الطينة. الحين مديتها بالطريقة هذه، راح اجيب نايلون واحطه وافرش. هذا النايلون السفرة، راح افردها عليه بالطريقة هذه. راح ارش ماي، شوية الرشاش مالنا يعني نوع ما اخترب، ولكن ان شاء الله محلولة بالنسبة للماي. راح افرد بالطريقة هذه، بالطريقة هذه، وشوي راح اوريكم سمك وحجم الطينة لما اخلص. خلكم معاي لا تروحون بعيد، دقايق وارجع لكم. طبعا الحين رشينا القطعة ماي، حطيناها على النايلون عشان نفرد. راح نقطعها من نايلون ثاني، نقطيها ونقلبها ونفتش النايلون ونشتغل نمد الطينة. خلكم معاي وشوفوا.
الحين انا غطيت الطينه طبعا سميكه، راح اشيلها بالطريقه هذه. كذي راح اقطها مره ثانيه وافك النايلون وابتدي افرد بالطريقه هذه. ليش؟ عشان لما يصير تحتها ماي راح تفرد معاي. راح تفرد معي. يمكن بعض الخزافين او اكثرهم يسوي طاولة فرد الطين شغلة، هي اسهل لان فيها مقاسات وكذي، ولكن انا احيانا اعتمد على الطريقة الاساسية، واحيانا في بعض الخزافين يحط خشبتين سمك عشان يعطي مقاس السمك اللي يبيه. انا من كثر ما انا اشتغل صار عندي اقدر اقول صار عندي مقياسي عيوني، ومقياسي صار عندي مقياس انا احس واحساس مع الطينه بالسمك اللي انا ابي اوصل له. هي صدق متعبه بس فيها متعه، انا احس فيها متعه وايد متعه. الطينه وانا اشتغل فيها احس انها يعني بيني وبينها كلام وسوالف، وهي تشجعني وانا اشجعها، وانا اطلع العمل واطلع الشكل، وتعطيني قوه وصلابه بان معشوقتي هي اساس فني. الحين وصلنا النقطه هذه، راح نبلل ماي نفس الشيء بالطريقة هذه. سمحوا لنا اليوم رشاش الماي خرب، بس ان شاء الله راح نعوضه برشاش ثاني باذن الله. واحط النايلون نفسه اللي استخدمته لانه فيه ماي، وهم اقلب الطينة مع بعض كذي واطقها وافك النايلون. ما في خوف، ما في اي خوف انه يصير شيء، كل شيء يتصلح لانها طينه، لان الاكبر واشوف وقايس. طبعا يبي له شريحه ثانيه، هم راح اسوي شريحه ثانيه عشان اسكر القالب الاولي بالطريقه هذه. اوريكم، خلكم بعد شوي وياي اعطي فتشه شويه طينه تتجلد، وبعدين الف القالب عليها عشان شنو؟ ما تكون طريه وتزلق من القالب وتطيح. لازم اعطيها فتشه شويه، يعني ربع ساعه نص ساعه، لما احس انها تجلدت واقدر انا الف السمك اللي انا ابيه، اطلع السمك اللي انا ابيه والفها. خلكم معاي لا تروحون بعيد، خلكم معاي لا تروحون بعيد، راح نكمل بعد شوي. خلكم معي، شكرا. الحين عقب ما تركنا القطعة تتجلد شوية، نبي ناخذ المقاس القالب ونفرد الطينة، قصدي نسكر القالب عليه بالطينة. أول شيء راح اخذ المقاس في الأدوات، مسطرة وسكين عشان اقص. راح اخذ عرض المسطرة تقريبا، بالطريقة هذه، واكمل هني. واشيل قطعة. شايفين السمك؟ شايفين السمك اللي انا ابيه؟ بالاحساس طلعت السمك اللي انا ابيه حق القطعة. هذا السمك اللي انا اشتغل عليه بالشرائح عشان العمل ما يصير ثقيل وايد، لان قطعتين على بعض، واقدر اشيله ونقله من المكان هني الى الفرن بكل اريحية. اوديها هناك
الزايدة هذه ابتدي احط الطرف، الف هذه طينة بهالطريقة، اشيل عنها غالب، اسكر بالطريقة هذه، اجيب الشريحة الثانية بالطريقة هذه، واشيل الحين رجعنا لكم مرة ثانية على اساس نسوي القطعة الثانية اللي هو راس السمكة. نفس ما اشتغلت انا، اول شيء احدد واقص الشكل بالمسطرة، نفس القصة، انزل شوية واحط واقص الشكل، اقص الخط اللي تحتي واخلي الطينة استخدمها انا هني يعني، وابتدي الف القطعة اول شيء بالطريقة هذه، بالطريقة هذه، وابدأ والفها عدل، ومثل ما قلت خلي مجال شنو اسوي تخديش، اخدش الشكل هني نفس ما سويت بالطريقة الأولى، وطين سائل واشيل القطعة الثانية والفها بالطريقة هذه، واقص الزايد اللي هني، واقص الزايد اللي هني واحطه هني، واقص الزايد اللي فوق، احاول اسكر الشكل كله. ومثل ما سويت اطق داخل الطينة
واضبط هذه الطرف هذا كله، تبقى عندي الوصلة هذه نفس الشيء. قبل ما انا مو نفس الطريقة اللي سويتها اوقف طينة، انا غيرت شوية. ليش؟ عشان اخذ الشكل مضبوط، يطلع عندي مضبوط من الخلف. اسوي فيه كذي واسحبه تمام، اسحبه تمام تمام، واقص الزايد هذا. نوقف شويه بس نخليها تتجلد وارد لكم. خلكم بعيد، خلكم قراب، لا تروحون بعيد دقائق. الو، رجعنا مرة ثانية. اخدش انا قاعدة اللي بحط عليها القطعة اول شيء، تخديش يسار يمين عكس عشان تصير الامور اوكي. طين سائل، واحط طين سائل عليها، واقلبها كذي. واحاول انزل طيب. اجيب قاعدة قرص الدوار على اساس اني احط عليه القطعة. اجيبه هني واشيل الخشبة شوي شوي واحطها هني على القرص الدوار، فتصير بالطريقة هذه عشان اقدر احركها وين ما ابي وانا قاعد اشتغل. تصير بالنص بالمرتكز كذي، سهل اشوفها من كل مكان، سهل علي عملية اللحيم كله. اقص الزايد مثل ما قلنا، نقص الزايد الكبير هذا كله، نحاول نتخلص منه، نخلي شيء بسيط لنلحم واشتغل على اساس اني اسوي طينتي تماما مضبوطة واعدل الشغل كله. طبعا الحين سوينا شكل راح يكون بالطريقة هذه، شكل السمكة راح نخططها على جدار الطينة، على جدار الشكل، وراح نستخدم مثل الطباعات راح تشوفونها بعد شوي لما نشتغل فيها. فالحين نبتدي نحط الشكل بسرعة بس على اساس انه لا يتشقق كذي. نشيل الحين الورق ونجيب ونحدد بالإبرة كل شغلنا، نخططها بالإبرة عشان تكون واضحة. خططها بالإبرة عشان تكون واضحة بالطريقة هذه كذي، ونجيب الطرف هذا نحطه هني وهني، وهني
نحدد شكل عظام السمكة. بالطريقة هذه. نفس الشيء هني. بارز. راح نشتغل احنا على الموضوع هذا نفس الطريقة، بس الناحية الثانية راح نخلي السمكة هاي نازلة كذي، ثانية رايحة لفوق، هذه هني رايحة لفوق، يعني هذيك نازلة، هذه نازلة، وهذه جاية عكس، طالعة يعني عكس هذه، هاي ذيلها هني نازلة، وهذه جاية من تحت رايحة فوق، يعني كانهم رايحين ورا بعض يمشون. خلكم معاي، راح نسوي نفس الطريقة ونفس الشيء مرة ثانية. خلكم معاي لا تروحون بعيد. سوينا السمكة الثانية، هذه راحت فوق بالطريقة هذه، والثانية نازلة تحت، يعني نشوف الشكل بالطريقة هذه، رايحة فوق ونازلة تحت السمكة بالطريقة هذه، رايحة فوق، واحدة فوق، واحدة حدر، والثانية طالعة فوق، الثانية نازلة حدر، فيكون الشكل بالطريقة هذه. طبعا راح نشكل فيها الحين في اشياء ثانية، وراح تشوفونها لما نخلص. شايفين الحين الشكل اختلف تماما، صار عندنا ايتشنج مثل الطباعة على شكل السمك على القطعة كلها، مثل الحفريات القديمة بالطريقة هذه. شايفينها؟ شوف شكلها. وبعدين راح يبين، راح نشتغل الحين في الراس، هاي راح نخليها هناك، وراح نشتغل في راس السمكة. خلكم معي. نواسيه كله بالطريقة هذه. طبعا راح نسحب القالب من تحت، بس ما راح نشتغل فيه عدل الا عقب ما نقص ونشكل فيه بعدين، يعني عقب ما يتجلد راح نشتغل فيه. عقب ما يتجلد شوية راح نبلش نشتغل في الراس، راح تشوفونه بعدين شكله شلون صاير. مقطعة على بعض راح نشوف شكلها بعدين شلون راح يصير. القالب هذا الراس يبي له شغل شوية، رأس السمكة يبي له شغل شوية، ويبي له وقت يتحدد ونشتغل فيه. الحين نظفناه وهي نهيئ الشكل الغالب كله تهيئة كاملة ونواسيه عشان بعدين نشتغل فيه. تشوفون العمل بالتالي مع بعض لما يخلص تماما، لما نحط القطعة هذه على هذه وفي تشكيلات معينة راح نشوفها مع بعض. خلكم معاي لا تروحون بعيد، ان شاء الله بالفترة الجاية راح تشوفون شكل السمكة او شكل العمل اتضح نوعا ما بالتركيب، وراح نصوره بالنهاية من التشكيل، راح تشوفون شكله شلون صاير.
باذن الله. خلكم معي. نضبط على اساس ان نواسي الشكل بالطريقه هذه اضبط، عشان اقدر انا اشوفه من جميع الجهات واضبط فيه. طبعا رجعنا لكم بحيث ان نضبط العمليه كلها. نواسي الشكل ونقعد نشتغل في العمل خطوة بخطوة، ونضبط الشكل كله على اساس بعدين نركبه. عقب ما نخلص من هالمرحلة هذه وانا بكمل فيها واشتغل فيها، بعد ذلك لما نيجي ان شاء الله حق العمل لما نركبه على بعض ونشتغل فيه راح تشوفون معاي شلون انا راح اركب الخطوة. بس لان هاي تاخذ وقت وتاخذ مدة على ما اطلع الشكل، وهذا راح اوريكم بعد شوي شلون القالب هذا الكتلة هذه صارت راس سمكة وطلعت بالطريقة اللي احنا بيها. لا تروحون بعيد، خلكم معاي بعد شوي وتشوفون الشكل شلون ظهر. مثل ما انتم شايفين بالطريقة هذه العين والخط مال الحلج السمكة والحز اللي تحت مالت الخياشيم بدينا نحطهم بالطريقة هذه، ونبتدي عاد نقعد نشتغل دار مدار السمكة، يعني نعدل كذي كذي. الحين الخطوة الثانية رجعنا لكم. راح ننعم القطعة ونضبطها اسفنجة وماي. نرد نكمل. الحين نبي نشتغل بالقطعة الثانية، نبي نسوي فيها حركات شوية، فنجيبها هني مكان القطعة هذه. نبي الحين نشتغل في الموضوع هذا، نبي ندخل السمكة ونطلع ذيلها كأنها داخلة بالقطعة، والثانية الأماكن وأخليها تتجلد شوية وبعدين أشتغل فيها. فأخليها هناك، أشيلها وأخليها هناك تتجلد، وخلي القطعة تتجلد ثنتينهم 10 دقائق ربع ساعة كذي، عشان ابتدي اسوي القطعة من فوق واركب عليها، وراح نشوف المرحلة الأخيرة بالتركيب والفناتق كلها. خلكم معي لا تروحون بعيد، صدقوني راح تستانسون وراح تستمتعون في الجاي واللي راح تشوفونه. خلكم معي في المرحلة القادمة. شكرا. الحين رجعنا لكم مرة ثانية. نبي نسوي شريحة نسكر الطبقة اللي فوق هذه، وبعدين عقب ما نسكرها نشتغل بالراس بطريقتنا، وراح تشوفون معاي خطوة بخطوة. الحين راح نقص الطينة ونفس الطريقة مثل ما سوينا أول، ننزلها هني، اسحبها بالطريقة هذه، خليها طويلة واحطها هناك وامدها في عصاة الفرد واسويها واضبطها وتصير، ونجيبها بعد شوي قدامكم هني وتشوفونها تتجلد شوية واركبها فوق. تشوفون شلون راح اركبها انا وطريقة تركيبها خطوة بخطوة. خلكم معي بعد شوي، او خلكم معي الحين راح نلف ونشوف الشكل هناك بالطريقة هذه شلون راح اسوي وافرد. نفس الشيء على النايلون بهذه راح افرد بالطريقة هذه. وانا قلت من الاول، قلت انه انا ما اعتمد، احيانا اعتمد على طاولة فرد الطين بالمقاسات، واحيانا على خبرتي السنوات باحساس في الطينة وسمك الطينة. يصير عندي احساس معين مع الطينة وابتدي اسوي السمك مثل ما قلت انا سابقا. وارد احطها بالطريقة هذه واسوي
وافرد وخلي السمك شويه، السمك اللي انا ابيه، افرد شوي شوي ورش ماي واحط نايلون وافرد، وراح تشوفونها بعد شوي شلون نخليها من هناك تتجلد ونركبها مع بعض. وخلكم معاي لا تروحون بعيد، بعد شوي راجع لكم. طبعا حنينه للعمليه تلوين او حط البطانه على القطعه. شايفين الطريقه هذه؟ الراس راح ياخذ لون ازرق، والقطعه هذه راح تاخذ سمكه، هاي راح تاخذ لون. راح اوريكم مع بعض شلون راح نشتغل. انا كونت الالوان مالتي، راح اشتغل اللون الازرق اول شيء بالطريقه هذه. طبعا لازم لما احط البطانه الالوان على الطينه لازم تكون متجلده، يعني متجلده بحيث انه ما يطلع اللون مع الطينه، هذا واحد. اثنين، تكون متجلده تستقبل اللون يبقى. طبعا احساس الطينه بالتجليد انا من خلال خبرتي في الموضوع اعرف متى تكون متجلده ومتى تكون ناشفه. بالوقت الحالي لازم اضيف البطانه، اكثر من كذي راح يصير شنو؟ ناشفه، ما راح تقبل الطينه وراح تتكسر. نبتدي بسم الله، نحط اللون على الغطانه، دقيق الشغل. فهذه ممكن اوكي. اسوي اللون الاحمر مالي وابتدي اشتغل على القطعه. هذه الفرشه نوت اوكي. لقينا فرشه ثانيه راح اشتغل بالطريقه هذه. الحين راح تشوفون المرحله الاخيره في راس السمكه. ايش راح اسوي؟ راح اجيب ليفه عاديه وراح اسوي بالطريقه هذه. ونحاول نشتغل بهدوء، يعني كذي بالطريقه هذه. محتاجه راح نسكرها بالطريقه هذه، وراح نوقف الى حد هني. راح نسكرها كذي، وراح نجيب نايلون ثاني ونقطع عليها بحيث انه نسكرها تماما بالطريقه هذه. تسكير يعني مو قوي، ولكن بالنايلون بحيث انه بعدين راح نستخدمها. يعني راح نسوي كذي، نربط هني رباط خفيف بالطريقة هذه، وراح نسكر الطينة بالطريقة هذه، ونحط طين ونسكرها عن الهواء عشان يمكن راح نشتغل فيها. هني راح نوقف، وان شاء الله ختامنا اليوم، وراح القاكم ان شاء الله في مثل ما قلت في فيديوهات قادمة باذن الله، وراح نشتغل مع بعض في وايد افكار ان شاء الله قدام. مشكورين وشكرا على المتابعة، وان شاء الله راح نلتقي مع بعض ونشوفكم على خير. مع السلامة.